مين هم احسن ناس تستفيد من موضوع تصحيح الابصار؟ الحقيقه يعني اول ناس، ودول اللي هم يعني الناس بتبقى بتظلمهم شويه في ان هم بيقعدوا يقولوا لهم ايه لازم تلبس النضاره. هم يعني صنع الليزك والعدسه اللاصقه، وهم لهم احسن استخدام في الناس اللي عندهم فارق في درجات ضعف الابصار بين العينين. يعني اللي بيجي لنا واحد مثلا وهو عنده عين اليمين -2 والعين الشمال -5، دوت بنقعد نقول له البس النضاره. انا معاك في دوت في سن الطفوله، لكن لما بيكبر دايما الناس دي بتبقى رافضه موضوع النضاره بشده، عشان عنده عدم انسجام بين العينين الاتنين. ليه؟ لان قوه العدسه اللي قدام العين اليمين درجتها مختلفه عن قوه العدسه اللي قدام العين الشمال، وبيبقى التكبير بينهم مختلف، ودمج الصوره في المخ بيبقى صعب. فالراجل دوت او الست دي بتعاني فعليا. فصنع الليزك لهؤلاء الايه؟ نمره واحد، دول بيعمل لهم نقله كويسه جدا. تاني ناس وهم عيوب الابصار الكبيره شويه، اللي هو من غير نظاره خالص هو مش هيبقى شايف رؤيه نافعه بالنسبه له خالص، ومعتمد اعتماد كلي في الرؤيه على النظاره دوت، مثلا اللي هي -5 و-6 وما فوق ولا حواليهم. الناس دي النضاره نوع بتمثل لهم نوع من الاعاقه شويه، خاصه لو هو شخص متحرك، شخص رياضي، شخص بيتعامل بأجهزة كتير، حاجات كتير بتأثر في الموضوع دوت. يعني برضو ده من المستفيدين الكويسين جدا، خاصة اللي هم عندهم قصر نظر. طول النظر برضو بيستفيد، ما فيش مشكلة. كل العيوب الابصار بعد كده بتيجي، بس الفئتين دول لهم أولوية كبيرة جدا. الناس اللي عندها قصر نظر كبير شوية، عدسة النضارة نفسها ليها درجة تشوهات عالية شوية. فدايما الناس دي كان لما في عصر تطور العدسات اللاصقة، لما تنقله من النضارة للعدسة اللاصقة دايما بيشوف بالعدسة اللاصقة أحسن من الرؤية بالنضارة، لأن عدسة النضارة الإزازة دي بتعمل تشوهات في الرؤية، بتبقى موصلة لمستوى معين محدداه شوية. لما انت بتلبسه عدسه لاصقه التشوهات دي بتقل، لان مستوى التصحيح بيجي على القرنيه نفسها، فمستوى التشوهات البصريه دي بيقل. لما تديله برضو تصحيح الابصار بتوصله لمستوى رؤيه في الغالب بيبقى احسن مما كان شايف بالنضاره. فبرضو الناس دي من الفئات اللي تستفيد من عمليات تصحيح الابصار بالليزر. لو في اي اسئله او اي موضوعات عايزيننا نتكلم فيها ممكن حضراتكم تسيبوها لنا تحت في كتعليق تحت الفيديو، وبشكر حضرتك.